انت دايما بيتنكد عليك وانت مش عارف انت عملت ايه، مع انك كويس والله وابن الناس، بس مش عارف عملت ايه غلط يلزم ان يتنكد عليك اصلا. تعال اقولك لغات الحب. بص يا ابني، عشان انا وانت واي حد معدي في الشارع فقد الامل فيك انك تتجنب النكد، فلازم تعرف حاجه، ان ممكن الحاجه اللي انت بتحبها سبحان الله ما تكونش انا بحبها، او بحبها بس مش بدرجه اهتمامك انت بيها. انا وقعت في الغلطه دي قبل كده، كنت بفكر ان لازم كل واحد انا حاطه في الزوم بتاعتي ان يكون حرفيا نسخه طبق الاصل مني. فهمت الموضوع ده بالطريقه الصعبه، عشان انت مجرد ما بتعمل كده بتبدا تخلي اللي حواليك يا فعلا شبهك، فانت ما اتحركتش من مكانك ولا هتنفع في ليله ابوك دي، يا تاخد جنب لانك ببساطه مش قادر توضح ان دي مش الحاجات اللي انت بتحبها اللي هم عملوها ليك واتبسطوا معاك فعلا بيها. انت ممكن ما تبقاش عارف انت لغه حبك الاكبر ايه اصلا، في ناس عندها لغه، في ناس عندها اكتر من لغه. وعشان ما يبقاش بس كلام مبهم، انا قصدي هنا ان في ناس تاثير الكلام عليهم اكتر من غيرهم، ناس تانية عندهم ان هم لازم يحسوا انك جنبهم لما يحتاجوا لك، ناس تالتة عايزين هدايا، وغيرهم انت لو دورت هتفهم وهترتاح وتريحني معاك بدل ما انت على الله كده. بس الدحيح كان اختار نوع، وقتها قال انها المحاوله، انك تحس ان في حد عايز يحاول علشانك وبيحاول. وده اللي انا بقيت شايفه دلوقتي، قللت كلامه وبقيت بحاول. فيعني لو انت ما تعرفش لغة حبك ايه او لغة حب حد تعرفه، فدور وافهم، عشان المحاولة هتساعد حتى لو بوظت الدنيا. المهم ما تبطلش تحاول.